جماعه انا جايه لكم بالاسدال خلاص عشان انا عايزه اصور الفيديو ده فخلاص. هقعد اصوره بالاسدال ماشي، فلا تمنعوا المنظر وكده. اتس اوكي ماشي. النهارده هنتكلم عن موضوع شائك، بس قبل ما نبدا الفيديو طبعا انتوا عارفين الفيديو ده بيتكلم عن ايه. انا مش عايزه الهدف من الفيديو ده ان انا اقول ان البنات احسن من الولاد ولا حاجه. آه بس كلنا عارفين كده يعني انهم احسن بس. الهدف ان اي بنت تبقى داخله على الفيديو مثلا كانت اللي هو كانت زي كده اللي هو طول حياتها نفسها تبقى ولد، ومثلا متربيه وسط ولاد، مثلا كانوا بيعاملوا الولاد احسن عندها في عيلتها يعني وكده. تحب كونها بنت وتembrace womanhood، لان دي حاجة البنت بجد لما بتتعلمها يعني خلاص يعني حياتها بتختلف. وهشرح لكم ليه في الفيديو ده كله. اولا ماشي، انا جات لي فكرة الفيديو ده عشان المفروض ان انا يعني هبقى مستضافة في بودكاست، فهتكلم عن المراهقة ومش عارفة ايه وكده. ف فالمذيعة كانت بتقولي يعني ان سؤال الحلقة هيبقى ليه يعني البنات بيبقوا عايزين ولاده يبقوا عايزين يبقوا ولاد وكده. اغلب البنات يعني مش هقول كل البنات، بس اغلب البنات بتبقى بجد من جواها بتتمنى ان هي تبقى عايزة تبقى ولد. وعامة يعني انا ده شفته يعني كذا حد من صحابي، لان انا لما كنت بقى express myself لصحابي واقول لهم يا لو كنت ولد ومش عارفه ايه وكده، الاقيهم هما كمان بيقولوا لي انا كمان كنت بفكر كده. فانا ببقى اللي هو ايه، واو ايه ده، يعني انا مش لوحدي. بالذات صحابي البنات اللي هما بيبقى ليهم اخوات ولاد. معرفش ايه الثيري اللي هنا، بس يعني هو ليه علاقه، الموضوع ليه علاقه. مهم. فانا حسيت ان اللي هو سبحان الله، يعني انا زمان بجد 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 يعني خلاص كنت اللي هو انا متضايقه من نفسي، انا ليه بنت يا جماعه انا. الموضوع بالنسبه لي كان اكستريم قوي 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 قوي. مش عشان حاجه يعني، بس انا عشان كنت شايفه. يعني هقول لكم. آه انا زمان كنت بشوف مثلا من مميزات الولاد. آه طبعا يا جماعه انا مش محتاجه اقول لكم يعني ان انا دلوقتي مش شايفه الكلام ده خالص، بس مهم يعني. انا كنت بشوف ان الولاد بالذات بشوفهم في اخواتي يعني ان هما بينزلوا اي وقت، بيسافروا، بينزلوا يلعبوا كورة في الشارع براحتهم لحد الساعة 4 الفجر، وانا ببقى الشخص اللي بفتح لهم الباب. او بفتح له الباب يعني وانا قاعدة في البيت. وانا كنت شخصيتي اللي هو بحب انزل وبحب اتحرك واحب اقابل صحابي، وكان نفسي، وكنت اصغر اصلا فما كانش مش عارفه ما كانش عندي لسه صحاب باين. فكان اللي هو نفسي ابقى انا هذا الشخص، يعني اللي هو انا كنت ببقى عايزه اقول لاخويا اديني حياتك، اديني حياتك عشان انا خلاص تعبانه. برضو حاجه تانية، كنت بغير منهم جدا جدا في البحر والبسين. ايوه يا جماعه كنت بغير منهم في البحر والبسين، كنت بحس ان هم اريح جدا وبراحتهم they don't care about anything، يعني حتى لو ايه يعني، وحتى مش مهتمين بالمايو اللي هم لابسينه. المهم انا مش هتكلم عن الموضوع ده كتير، بس مع يعني مع فترة نضجي وحياتي وكده، اكتشفت ان بجد برضو ان احنا نبقى يعني نكون بنت، ده شيء بجد بجد كيوت موت. وان هو بجد يعني حاجة مميزة. مش بقول كده عشان اطيب على خاطري بقى، ولا ان انا اعكس مفهوم اللي في دماغي او كده، لا خالص. الموضوع مش كده، الموضوع ان لما دخلت اكتر في ان انا كوني بنت واتعامل كهذا الموضوع، ككوني بنت يعني، مش عارفه اشرحها ازاي، بس يعني لا لاحظت ان احنا برضو عندنا حاجات هما مش عندهم، وحاجات عجباني قوي. يعني انا
لما embraced الفيمينين energy بتاعتي، لقيت ان احنا فعلا عندنا حاجات صعب قوي هما تبقى عندهم او مش عندهم كده كده، واحلى كتير. يعني مثلا حاجات بقى انا كاتباها، مميزات البنت اللي انا ما كنتش بشوفها، هي ان كوميونتي البنات يا جماعه والله جميل قوي. بعيدا عن الناس اللي بتقعد تقول البنات توكسيك ومش عارفه ايه وانا ما بصاحبش بنات وكده، دول فاكس. انا كده على جنب بجد. What do female friendships mean to you? Female friendship, it's an element that makes life worth living. We get each other on a different level. Women have this amazing ability to just show up for each other. These girls have been around for a while and I really trust them. It's complete freedom and honesty. We can be whatever we want to be with each other. At 3 a.m. you can call, and just for love, just for crying, for any reason. I don't have to talk to you every day, but I still know that you are my ride or die. They've made me confident. They've made me proud of myself. And trusting somebody with your life. All the female friends in my life are powerful and beautiful. لو انتوا كبنات اخترتوا صحبة حلوة ببنات حرفيا، وبقيتوا في كوميونتي كده بنات او جروب، بجد المتعة اللي هتحسوها مش طبيعية. وان انتوا تبقوا قاعدين كده مع بعض بتقولوا لبعض اللي هو انا بحبكم يا جماعة ومش عارفة ايه، ومش مكسوفين ان انتوا تقولوا مشاعركم، وما عندكوش احراج في حتة ان هو انتوا تحضنوا بعض وتمسكوا ايد بعض وكده، عشان احنا اصلا عاطفيين، فانتوا بتعبروا عن مشاعركم عادي، وايا كان بقى باي طريقه. بالعكس احنا انا لو قابلت بنت في الشارع وقلت لها لبسك حلوه قوي بجد ومش عارفه ايه وانتي اموره قوي مش عارفه ايه، ده عادي جدا وهتفرح جدا وانا هتبسط وهي هتتبسط وكلنا نتبسط. فالمهم انا بصراحه بشوف ان دي ميزه لينا، لان احنا كده بنعبر براحتنا ومش بنحتاج ان احنا يعني نكتم حاجه جوانا وكده، فدي بتبقى حاجة ألطف، وكمان بتريليس أكستوسن جامد. ف لو if you know you know يعني. حاجة تانية بشوف ان دي ميزة في البنات مش في الولاد، وهي اختيارات اللبس والستايلز وكده. الولاد عندهم ستايل وعندهم لبس وعندهم اوبشنز وكده، بس مش هتتقارن بالاوبشنز اللي عندنا، بالاوبشنز الالوان، بالستايلز، بالاكسسوارز، بستايل، يعني بعيدا عن ستايل اللبس، ستايل يعني كأن افاتار كده، يعني الفرايتي فظيعه. انا بحس ان دي ميزه، لان انا بحب اللبس جدا وبحب الفاشن، بعيدا عن انا طالعه لكم بالاسدال، بس يعني عامه وبحب البس لبس حلو ومش عارفه ايه وبنترست جيرل وكل ده. فبحس ان دي اوبشن حلو قوي كبنت ان انا يبقى عندي ده. حاجه تانية هي انا ببص عشان بقرا الحاجات اللي انا كاتباها، عشان انا ذاكرتي سمكه. لما بنتجمع، ميزه تانية ان احنا لما بنتجمع في مكان مقفول، مثلا قاعدين في اوضه، يعني قاعده في اوضه واحده من صحباتي، او قاعدين في البيت حتى لوحدنا، او ده حرفيا بنعيش حياه كامله متكامله. بنعيط، بنصوت، بنضحك، بنتفرج على فيلم، بناكل، حرفيا بنعمل كل حاجه، بنجري، بنرقص، بنعمل كل حاجه. حرفيا بتبقى حياه كامله متكامله. احنا ممكن ساعه نقعد نعيط ونبقى زعلانين ونتكلم ديب كونفرزيشنز وكده، وفجاه نقوم نضحك ونقوم ونهيص ويلا بينا وعادي ولا كان حاجه حصلت. ده بحس حاجه ايكونيك قوي، يعني انا جربته اكسبيرينس وحسيت ان دي ايكونيك قوي. ويا جماعه مش محتاجه انوه تاني، يعني ان انا مش قصدي حاجه، بس قصدي ان احنا للبنات الجميله تامبريس وومنهود وتتبسط بانها بنت، وما تقعدش تقارن نفسها بالولاد وتقول انا نفسي ابقى ولد وكده، او تحس ده، حتى مش تقول انا نفسي ابقى ولد، تحس ان هم عندهم حاجات احسن واحنا مش عندنا حاجات احسن. لا، احنا عندنا حاجات حلوه قوي، بس احنا نركز عليها ونبص عليها
ونحبها ونembrace it بس. اوكي. حاجة كمان، انا طبعا صراحة دماغي يعني شوية وقفت عند بقية مميزات البنات، معرفش ما عرفتش اكمل بقية الحاجات تكتبها، فاستعنت باصدقائي البنوتات الجميلات. وواحدة منهم قالوا لي ان مثلا البنات بتعيط في الشارع عادي والولاد لا. لو هتقولوا لي لا، ما هو ممكن يكون بيعيط مثلا لو حصل عنده يعني مصيبة بعد الشر او حاجة، ما ده عشان يبقى عياطه، ده عشان يبقى عياطه valid، عشان الناس تقول ماشي ده بيعيط عشان كذا. لكن البنت لو بتعيط في الشارع عادي، حرفيا عادي. فدي حاجة كويسة لينا ان احنا بنقدر نexpress our emotions، مش بنكتمها في اي وقت، وكل الناس بتتقبلها عادي ومحدش بيقول اي حاجة. فدي حاجة صراحة بشوفها لطيفة برضو ان احنا نبص عليها يعني كبرو. انا مش بقول كل ده عشان حاجة، بس انا بشوف ان بجد انا ليه كنت بفكر كده، يعني ليه انا حرفيا كنت عنصرية ضد نفسي، يعني انا كنت ضد نفسي، انا مش فاهمة ليه. فبرضو يعني بفكر ان ده ممكن يكون بينبع من مثلا ان انا كنت بشوف مثلا كنت بركز اكتر على مميزات الولاد وبتاع، او ان انا مكانوش عندي المميزات دي. بس انا لما كبرت الحمد لله بقى عندي المميزات دي، ان انا اقدر انزل اي وقت لو انا عايزه. طبعا بقول ان انا نازله كذا كذا مش عارفه ايه، بس اقدر ستيل انزل في الاخر. السفر برضو اتس اوكي، بقدر اسافر. اخر فلوج صورت سولو ترافل، كان اول سولو ترافل بس يعني محلي. ان شاء الله انتظروني في السولو ترافلينج الانترناشنال. المهم، فالحاجات دي برضو انا كنت بشوفها ان هي ليميتد عندي، بس انا لما كبرت عرفت ان هو الموضوع كان ليميتد عشان انا كنت صغيره، بس لما كبرت اوكي دلوقتي عادي اقدر اعمل الحاجات دي. وشويه اقدر اخد حاجات من ميزاتهم بس بطريقه البنات اللي هي احلى اصلا. يعني مثلا موضوع البسين والبحر وكده، لو في وقت بنات حرفيا انا ببقى براحتي جدا وبيبقى احلى اكسبيرينس في الدنيا بصراحه. البسين وقت البنات I recommend it قوي لو انتي بنوتة بتستراجل في الموضوع ده، ف بريكومندد جدا عامه، بجد اكسبيرينس تحفه. انا مش هصور جنب الشباك تاني عشان زي ما انتوا سامعين كده. برضو اكتشفت ان اللاب برضو عندهم يعني شويه حاجات كده انا مش هبقى فان اوف لو انا ولد، زي مثلا الجيش not a fan خالص. ف برضو ان هما يعني في حاجات كده احنا بنقدر نعدي منها عشان احنا بنات، مثلا في الشارع. وهي حتة ان هما مثلا يقدروا يتعرضوا لحاجات معينة، واحنا اللي هو لا، الناس تقول لا دي بنت عديها مش عارفة ايه. فدي صراحة دي حاجة بحبها جدا جدا. بعيدا على ان في مشاكل اجتماعية كتير قوي في حوار البنات والولاد ده لو ندخل فيه، وانا طبعا مش هدخل فيها. انا اصلا بعمل الفيديو ده بس عشان البنات، عشان اللي هم كانوا زيي وكانوا بيفكروا نفس التفكير، او هم بيفكروا نفس التفكير اللي هو ابقى ولد بقى وقص شعري بويكوت بقى وكده. بجد الشعر ده برضو حاجة يعني حاجة كده انا ادركت قد ايه هي حاجة مختلفة وحلوة برضو لما كبرت. وبرضو رقم واحد بجد اكتشفتها في موضوع ان انا احب كوني بنت وكده، ان انا صاحب بنات كويسة، بنات healthy، مش بنات تكرهني في اني اصاحب بنات. عشان بجد هو الموضوع كله في اختيار البنت، يعني اختيار الصحاب يعني وكده. فانا برضو كنت في فيز كده، يعني تنتوفة فيز كده من اللي هو كنت بقول فيها انا ما بحبش صاحب بنات عشان البنات توكسيك، وانا ندمانه اشد الندم على الفيز دي، بس يعني الحمد لله اتعلمت منها. لان كل مشكلتي فعلا في صحابي وقتها، لكن انا لو كنت جربت صاحب ناس تانية كنتش هفكر كده.
وكمان فكرة برضو ان ممكن ما يكونش، يعني مش شرط يكون في حد ضروري يعني ان هو يكون بيعلمنا ازاي نحب نفسنا كبنت في البيت. فلو ده مش موجود، ان احنا حد يقول لنا لا انتوا كبنت تحبوا نفسكم ازاي، وازاي نامبريس كنا girl/woman. لو ده مش موجود فاحنا مش هنعرف احنا نبدأ منين وازاي، وازاي اصلا نوازن بين حاجة اسمها feminine energy و masculine energy، وان احنا عندنا الاتنين. ولاد برضه عندهم الاتنين، بس يعني احنا على الاقل نقدر نشو الاتنين عادي. ونقدر يعني نوازن بينهم، نلعب ما بينهم. بس دي شوية مهارة، ومحتاجة وقت، ومحتاجة معلومات، ومحتاجة تدريب عليها. بس مش كل الناس بتتكلم عن الموضوع ده، ومش كل الناس فاهمة ان احنا نقدر نستخدم الاتنين عادي. يعني عادي انا مثلا في شغلي مستقبلي مثلا في تعاملي مع الناس وكده اكيد هستخدم الماسكلين انرجي. مثلا مع اصحابي البنات هستخدم الفيمينين انرجي. بس ف being a woman is the best thing ever. ف don't forget ان انتي a girl و part of community بنات امورة هيقعدوا يقولك هيهايب يو اب وهيشجعوك. الكاميرا هتفصل، فباي. احنا معطيين ده حتى الامهات عمرنا ما كنا هنبقى امهات، فاهمه؟ لو احنا مش جيفر لكل حاجه. يعني بحس البنات جيفر وكارير